هذا الفيديو ان شاء الله راح يفيدكم هواي، لان الذكاء الاصطناعي اكو 50% من الطلاب تعرفه وتعرف شلون تستخدمه، واكو 50% لحد الان ما يعرفون شنو الذكاء الاصطناعي وشلون يستخدموه. فلهذا السبب راح اسوي لكم فيديو مختصر نشرح عن الذكاء الاصطناعي وشلون راح يفيدكم بالدراسه. خلينا نشوف بالبدايه هذا الفيديو. اريدك تحلي لي هذه المعادله وبسرعه. اريد الاكس. الجبر التربيعي ل9 هو 3، نطرح 10 من كلا الطرفين، اذا اكس يساوي 68. هذا هو الحل. والله صح. بسألك هذا الدواء عباره عن شو؟ هذا بخاخ انف يستخدم لتخفيف اعراض التهاب الانف التحسسي. ايوه، هل في عيوب او اثار جانبيه؟ نعم، قد يكون لهذا البخاخ بعض الاثار الجانبيه مثل تهيج الانف او جفافه او العطاس. انزين بسألك سؤال، هذا المسلسل عجبني، اريد اعرف شو اسمه. هذا مسلسل نظريه الانفجار العظيم، مسلسل كوميدي عن شيء قوي. مثل ما شفتوا شيء جدا عجيب، بس لازم تخلي هذا الشيء ببالك، انه هذا البرنامج له نوعيتين، نوعيه عاديه ونوعيه محسنه. النوعيه المحسنه تشتريها، خلي تولي هاي. خلينا نجي على النوعيه العاديه والمجانيه اللي يقدر يستخدمها اي طالب. هاي النوعيه تجاوبك على اي سؤال موجود ببالك. الشيء الثاني، اي ملخص تريده لاي ماده تقراها تقدر تسويها، وهسه راح اعلمكم شلون نقدر نسوي ملخص. الشيء الثالث، تقدر تسوي اسئله واجوبه، يعني تدز له ملف او تدز له صوره وتقول له حول لي اياها اسئله، يحولها اسئله ويسالك اياها. والنقطه الرابعه، انك تقدر تسوي محادثه بينك وبينه، يعني اذا تريد تطور اللغه الانجليزيه مالتك تقدر تحكي وياه انجليزي، تقول له مثلا احكي وياي انجليزي، هو يظل يجاوبك وتترد عليه، يجاوبك وتترد عليه لحد ما تقوي الانجليزيه مالتك. وبعد هواي مميزات، من راح تستخدمه راح تعرفهن اكثر واكثر. بس على العموم هسه خلي اعلمكم شلون ادز ملف ويحول لي اياه اسئله او يحول لها ملخص. بالبدايه حملت كتاب الاجتماعيات للثالث متوسط، وحملت تطبيق اسمه I love PDF. هذا التطبيق يساعدك انك تعدل ملفات البي دي اف كلها، تريد تقسم البي دي اف، تريد تجمعه، تريد تحوله الى صوره، تحول الصوره الى بي دي اف، شو تريد تسوي بالبي دي اف تعامل ويا هذا التطبيق، ان شاء الله راح يساعدك. هسه راح نشرح شيء جدا مهم. انت الملزمه مالتك احتمال 200 صفحه وفوق، زين تريد تسوي اسئله او تريد تسوي ملخص، ما يسوي لك ملخص للملزمه كلها اللي هي 200 ورقه، يعني انت راح تدوخ وهو راح يدوخ. فش تسوي؟ تحتاج تقسم ملف البي دي اف، يعني ترسل له ملف بي دي اف ب3 أو 4 اوراق وتقول له سوي لي اياهم ملخص، صح؟ زين هاي شلون راح نسويها؟ نستخدم هذا البرنامج مثل ما قلنا I love PDF. نفوت على البرنامج، بعدين على الادوات، هنا نقدر نتحكم بملفات البي دي اف، نريد نجمعها، نقسمها، نحولها وورد، نتحكم بالملفات على راحتنا. بس احنا نريد تقسيم بي دي اف. بعد ما ندوسه راح تطلع لنا هاي الخيارات. هنا عندك التخزين الداخلي، يعني الملفات الموجودة بجهازك، إذا ما ردتها تقدر ترجع على التحميلات، وهنا راح تطلع لك التحميلات اللي حملتها آخر شيء. ندوس عليه، نختار هذا الملف، ندوس التالي، طلعت لنا هاي الشاشة. نختار أول خيار، بس قبل لا نفوت لازم نعرف كم عدد الصفحات اللي راح نقسم بها البي دي اف اللي نريد نحوله للذكاء الاصطناعي. فمثلا هنا أنا أريد من الصفحة رقم 5 إلى صفحة رقم 8. بعد ما حددت له أدوس له تقسيم بي دي اف، انتظر تنتهي العملية، راح يطلع لي الملف اللي أنا سويته. هذا الملف الثاني ما عليكم بيه، أنا سويته كتجربة لهذا الفيديو. نختار الملف اللي عليه تقسيم، يعني هذا الملف الجديد اللي سواه، ندوس على هاي الثلاث نقاط، بعدين نسوي مشاركة إلى قناة التليجرام. وهنا يفضل إنك تسوي قناة تليجرام خاصة بالملازم، يعني نجمعها بمكان واحد. نفوت على الذكاء الاصطناعي او تشات جي بي تي، ندوس على هذا الزائد. هنا راح يطلع لنا 3 خيارات، صور وكاميرا وملفات. الصور معناها تقدر ترسل له سكرينات وهو يحلل. الخيار الثاني هو الكاميرا، معناها انك راح تصور مباشرة من جهازك للملزمة اللي موجودة عندك. الخيار الثالث اللي هو احنا نريده الملفات، ندوس على الملفات، راح يودينا على الملفات اللي موجودة بجهازنا. نختار المستندات، وراح يطلع عندنا الملف اللي سويناه آخر شيء. بعد ما طلع عندنا الملف، اكتب له أريد ملخص لهذا الملف ونرسله. هنا هو راح يسوي تحليل لهذا الملف اللي انت رسلته. بعد ما جاوبك تريد ترسل هذا الملخص لغير مكان، دوس عليه نسخ، بعدين وديه للمكان اللي انت تريده. هسه انا ما اريد ملخص، اريد اسئله، نفس الوضع، ادوس زائد، اختار ملفات، على المستندات، بعدين اختار الملف اللي اريده، اكتب له هسه اسألني أسئلة امتحان من هذا الملف.
من ترسل له الملف هو راح يحلل ويسوي لك اسئله تريدها فراغات، تريدها صح وخطا، مثل ما تشوف حلل هذا الملف وحوله الى اسئله تقدر تختبر نفسك من خلال هاي الاسئله، يعني من تكمل الماده تقدر تراجع مراجعه سريعه وتختبر روحك. فمثل ما شفتوا ان شاء الله مع مرور السنوات هذا الذكاء الاصطناعي راح يصير شيء جدا رهيب، واحتمال هاي الميزات اللي كانت مدفوعه تصير مجانيه، لان حاليا اكو منافسه بين الشركات على هاي الميزات. فتخيل انت كل هاي الميزات راح تتواجد عندك، شو تريد بعد؟ بالنهايه اتمنى ولو استفاديتوا 1% من هذا الفيديو. كل التوفيق ان شاء الله، واتمنى لكم النجاح والدرجات العاليه.